في مدينة صغيرة بمصر كان في بنت اسمها سارة، عندها 19 سنة وداخلها شغف كبير بمجال البرمجة والتصميم. مشكلتها إنها ما كانش عندها غير لابتوب قديم جدا بيهنج كتير والشاشة مكسورة من جنب، ومع ذلك كانت بتقعد ساعات طويلة تتعلم من على اليوتيوب وتعمل مشاريع صغيرة. في يوم وهي قاعدة في كافيه عشان الإنترنت هناك أسرع، لاحظها واحد مهندس برمجيات مشهور كان بيعدي من المكان. استغربوا من إصرارها، خاصة إنها كانت بتكتب كود بسرعة رغم إن الجهاز بيتأخر في الاستجابة. قرب منها وسألها: أنتِ بتعملي إيه على اللابتوب ده؟ ردت بابتسامة: بتعلم برمجة، نفسي أبقى مبرمجة شاطرة وأشتغل في شركة كبيرة. انبهر جدا من عزيمتها وقرر يساعدها. طلب منها تبعت له بعض المشاريع اللي عملتها. بعد أيام بعتت له شغل بسيط لكن مرتب جدا. فاجأها إنه اشترى لها لابتوب جديد وقالها: أنا مؤمن إنك هتكوني حاجة كبيرة في المجال، اعتبري دي أول خطوة. سارة ما وقفتش هنا، فضلت تتعلم وتطور نفسها، وبعد 2 بس اشتغلت معاه في شركته وبقت أصغر مبرمجة عندهم، وأخدت جوائز على ابتكاراتها.